مع انتهاء رحلتي في الأردن حابب أحكي لكم على أحلى عربية كهرباء ركبتها في حياتي. أول حاجة وأهم حاجة حابب أشكر شركة BYD إن هم ادوني الفرصة الرائعة دي إن أنا أجرب العربية الجميلة جدا دي. فخليني أحكي لكم على 5 مميزات موجودين في العربية دي مش هتلاقوها في أي عربية تانية. يلا بينا. بالنسبه لي يا جماعه احلى حاجه في العربيه التكييف بتاعها، بجد بجد تكييفها رائع. والاحسن من كده الكراسي مش بس هيتد، لا الجو حر جو نار، تركب العربيه تشغل التكييف، التبريد في الكراسي زي ما انتم شايفين التبريد بتاعها رائع، من ورا من قدام من فوق من تحت، تكييف من كل مكان. طبعا انتوا عارفين قد ايه انا ما شاء الله طويل، وبالنسبه لي المسافات ابدا ما كانتش مشكله. الكرسي ده راجع على اخره ومع ذلك ولا حاسس بفرق، بل بالعكس يعني مسافه رائعه. مش بس كده، قاعد في زحمه عمان الساعه 2 الظهر والجو حر، في شاشه تقعد ورا ملك، ترجع الكرسي بتاعك على اخره، تلعب في الشاشه، عايز تشغل اغاني يا حبيبي يا نور العين، عايز تلعب في الانوار، عايز تلعب في الكراسي، عايز تلعب في الموسيقى، عايز تلعب في اي حاجه العب، اعمل اللي انت عاوزه. العربيه مش مقصره معانا في حاجه. العربيه فيها دي بايلوت انتليجنس درايفنج اسيستنت سيستم، يعني لو انت لسه بتتعلم سواقه جديد العربيه تساعدك انك تتعلم السواقه 100. طبعا العربيه فيها 360، هتبص يمين هتبص شمال هتبص قدام هتبص ورا هتبص تحت هتبص من فوق، فيها كل حاجه انت عاوزها من كل حته ومن كل زاويه. كفاله الوكيل 8 سنين او 150,000 كيلو، وده حصري وفقط عند الوكيل. طبعا السيفتي في العربيه دي مرعب. غير كده بطاريه العربيه بليد باتري، ودي اعلى البطاريات امانا في كل عربيات الكهرباء.